لما تيجي تقدمي السفرة بتاعتك وعليها صنف لحوم، بتبقي محتاجة صنف رز بسمتي جديد. تعالي اعلمك طريقة حلوة قوي للرز البسمتي. يلا بينا. اول حاجة بحط شوية زيت في الطاسة، واحط البهارات بتاعتي، الليمون وورق اللورا والحبهان، البهارات الصحيحة والفلفلايه. بقلبهم لغايه ريحتهم ما تطلع. اهو حتى شايفين لون الحبهان اتغير. انزل بالبصله، البصل قليل وتوم كتير، والثوم يصفروا كويس قوي، لونهم ما يغمقش، مجرد انهم يصفروا جامد. لو حسيتي ان هم محتاجين ماده دهنيه ممكن نزود بقى شويه سمنه صغيرين. البصله تبقى ناعمه قوي، يعني بتشوريها ناعمه قوي علشان ما تبانش في الرز اهو. ولغايه بس ايه ما يبتدي يصفر جامد، اكون غاليه الشوربه سخنه عندي، وهنزل بالشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فيها بقى كركم، ملح، طبعا مقدار البهارات والمقادير كلها انا هبقى كاتباها لكم. واجي البهارات المشكله والبابريكا، واخر حاجه فلفل الاسود. استنى الشوربه تغلي كويس كده اهو. غليت الشوربه بالبهارات والتوابل اللي فيها كلها، انزل بالرز. بسم الله. اقلبه فيها، وطبعا بغطي الرز على نار عاليه لغايه لما يشرب كل السوائل. بعد كده اهدي النار لغايه لما يستوي. اول ما الرز يشرب ميته اكون انا مولعه فحمه، مولعاها جامد قوي. احط ورقه فويل كده ونقطه زيت عشان ادخن بيها الرز بس، واروح موطيه عليه لغايه لما يكمل سواه. هيكمل سواه والفحمه والدخان ده فيه، وبعد كده بغرفه كده اهو. ممكن بقى نزوقه بشويه لوز او اي مكسرات موجوده عندنا. شويه صنوبر، وهتدوقوا احلى رز بسمتي يجنن.